السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من القصص الحقيقية اللي تصدم وتخوف في نفس الوقت. القصة تاعنا تاع اليوم جاية من مصر، عن واحد مشهور كان معروف بزاف على تيك توك. الناس كانت تشوف فيه إنسان مثقف ويضحك ويشارك محتوى إيجابي، لكن وش كان يخبي مور الكاميرا؟ هذا الشخص كان أخطر بزاف مما تتوقعوا. كريم سليم كان أستاذ لغة إنجليزية، كان مشهور على تيك توك وكانوا يتابعوه بالآلاف. يخرج في فيديوهات يضحك يعطي نصائح والناس كانت تعتبره قدوة، لكن الحقيقة مور هاد الشهرة كان يعيش حياة غامضة ومظلمة. كان يحب السيطرة وكانت عنده ميول غريبة خلاته يدير أفعال جد خطيرة. حسب التحقيقات اللي داروهم، كريم سليم كان يتعرف على بنات في مواقع التواصل الاجتماعي، يستدرجهم، يتلاقى بهم ويخدرهم، كان يتعدى عليهم ويصورهم بدون العلم تاعهم. في بعض الحالات كان ينهي الحياة تاعهم. الضحايا تاعو كانوا 3 نساء وكل واحدة فيهم ماتت بطريقة غامضة. تفاصيل كشفت أنه كريم سليم هو اللي كان وراء هذه الأفعال الشنيعة. النيابة المصرية لقت عنده أدلة، مواد مخدرة وتسجيلات وحتى أدوات استعملها في الجرائم تاعو. نقولها بكل صراحة، كان يستعمل الشهرة باش يربح الثقة تاع الناس، يتحول لمونستر. أبري شهور من التحقيق، الشرطة المصرية حكمته في القاهرة، عرف كل شيء تقريبا، وقال أنه ما كانش شافي على وش كان يدير. المحكمة دارت محاكمة سريعة وجمعت كل الأدلة عليه، وأخيرا صدر الحكم، حكموا عليه بالإعدام شنقا بعد ما أكد المفتي الحاكم. هذه القضية هزت الرأي العام في مصر والناس ما كانتش مصدقة. اللي تيك توكر عادي أو إنسان مشهور يقدر يدير هذه الأفعال اللي دارها. كيف القصة هذه تعلمنا حاجة مهمة بزاف، تثقش في كل شخص تشوفه في الانترنت. الشهرة ما تعنيش الطيبة ولا الأخلاق تاع البنادم. كاين دي جون تبان بصورة جميلة قدام الناس، صح في داخلهم كاين حاجة واحدة أخرى. كما نقولوا باللي الشهرة بدون قيم تقدر تولي مرض خطير. كريم كان قادر يكمل ويكون إنسان ناجح، الغرور تاعو والميول المريضة خلاوه يضيع كل شيء. يا خوتي، كانت هذه القصة الصادمة تاع تيك توكر كريم القاتل. قولوا لي كيف لي كومونتار واش تتوقعوا يكون السبب باش خلاه يدير هذه الافعال. ايش رايكم في الحكم اللي حكمته عليه المحكمة؟ تسويش لايك واشتراك وتخلوا رايكم في لي كومونتار لتحت باش نكملوا ان شاء الله في هذا المحتوى، ومازال راهو جاي الجديد.